السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشا البلد طالب أولى ثانوي، إن شاء الله هنشرح لك النهاردة الدرس الثالث في مادة التاريخ، وهو عوامل قيام الحضارات. إزاي أعمل حضارة؟ تعالى كده ورقة وقلم ومعايا ست الكل نكتب إزاي أو مكونات الحضارة. مكونات الحضارة بتنقسم لمقومات طبيعية ومقومات بشرية. تمام؟ بس قبل ما اتكلم عن مقومات الحضاره عايزك تعرف ان الحضاره قامت في البدايه في منطقه الشرق القديم. طب يا مستر، هي ايه منطقه الشرق القديم؟ منطقه الشرق القديم هما كم؟ 3 قارات. الشرق القديم يقصد بيها قاره اسيا، وقاره افريقيا، وقاره اوروبا. جميل. تعالوا نتكلم مع بعض عن القارة الأولى وهي قارة آسيا. قامت على أرضها حضارة زي الحضارة العراقية والحضارة الفينيقية اللي هي بلاد الشام. جميل. وعندك الحضارة أو حضارة بلاد فارس. وعندي افريقيا قامت على ارضها الحضاره المصريه او بين قوسين الحضاره الفرعونيه. جميل. وبعد كده اوروبا قامت على ارضها حضارتين. الحضاره الاولى هي الحضاره اليونانيه والحضاره الرومانيه. اذا انا ممكن احط لك سؤال هنا واقول لك ان اكتر القارات التي قامت على ارضها حضارات، تقول لي طبعا قاره اسيا، لان قام على ارضها الحضاره العراقيه والحضاره الفينيقيه حضاره بلاد فارس، وعندك بلاد اليمن برضو. يبقى عندك 4 حضارات قاموا في قاره مين؟ اسيا. جميل. بس هنا ممكن يلعب لي شويه على فكره التشابه بين قيام الحضارات او بعض الحضارات. زي تعالى كده معايا بالراحه وصلي على النبي. بص يا عم، اول حضاره عندي، عايزين بس نغير اللون هنا. اول حضاره عندي، او تعالى كده نتكلم بالنسبه للحضاره الفينيقيه. والحضاره الفينيقيه موجوده فين يا مستر؟ موجوده شرق البحر المتوسط. طب تعالى، عندك الحضاره المصريه موجوده فين؟ موجوده جنوب البحر المتوسط برضو. وعندي الحضارة بالإضافة للحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. الاتنين دول موجودين فين؟ شمال البحر المتوسط. إذا لما أجي أقول لك إيه الشبه بين الحضارة الفينيقية والمصرية واليونانية، أول حاجة تقول لي الإشراف على نفس المسطح المائي اللي هو البحر المتوسط. تمام كده؟ نكمل. طب تعالى نكمل مع بعضنا كده ونشوف برضو الشبه بين الحضارة العراقية والحضارة الفينيقية والحضارة المصرية هو الانتماء إن هم كانوا موجودين في الوطن العربي. تمام؟ أو حضارات بتتشابه في الأصل العرقي إن هم كلهم عرب. تمام كده؟ نخش بعد كده على، تعالى بقى نعرف مع بعض ايه هي عوامل قيام الحضارات. بص يا باشا، عوامل قيام الحضارات قلت لك ان عندي عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. تعالى نبدا بالمقومات الطبيعيه. لو انت خدت بالك يا باشا ان اول حاجه ساهمت في قيام الحضارات هو الاستقرار اللي كان ناتج عن حرفه الزراعه اللي السبب في وجودها اصلا الانهار. يبقى اول عامل مهم عندي هو وجود الانهار. ماشي. او التربه الفيضيه. جميل. بص بقى، وجود الانهار ده كان موجود في قرن او في حضارتين، الحضاره المصريه والحضاره العراقيه. الحضاره المصريه بسبب وجود مين؟ بسبب وجود نهر النيل. والحضاره العراقيه بسبب وجود نهر دجله والفرات. فممكن اقول لك ايه الشبه بين الحضاره المصريه والحضاره العراقيه؟ تقول لي في وجود الانهار او التربه
الفيضيه. ده اول عامل عندي ومن اهم العوامل يعتبر. 2، لو جيت خدت بالك في حاجه اسمها الموقع الجغرافي، ان الحضارات القديمه سواء الحضاره المصريه او الفينيقيه او حضاره بلاد اليونان والرومان، تمام كده، وحضاره بلاد العراق القديم قريبين جدا من بعض، تمام. فده بيساهم في ايه؟ في سهوله التاثير والتاثر والتواصل مع بعضهم البعض، ماشي. المهم تعالى بقى نتكلم عن ثالث عامل طبيعي عندي. ثالث عامل عندي هو اعتدال المناخ. اعتدال المناخ يا جماعه بيأثر بشكل كبير جدا في نشاط السكان. انت يا باشا وانت قاعد دلوقتي بتسمعني ومتغطي بالبطانيه ومتكلفت، صح كده؟ لا يا باشا، قوم كده، عايزك تصحصح معايا، شيل البطانيه كده وفوق فوق واسمع كده وركز في الحاجات اللي انا بقولها، ماشي. المهم اعتدال المناخ لازم يكون المناخ معتدل بحيث انه يأثر في نشاط الانسان، يروح ويجي ويتفاعل مع البيئه ويزرع ويصنع ويتاجر. برضه لو المناخ حر جدا برضو ده بيقلل من نشاط الانسان. اذا الاماكن اللي فيها اعتدال مناخ ده بيأثر بشكل كبير جدا في ان الانسان يكون عنده نشاط ويتفاعل مع البيئه، عكس المناطق البارده والاماكن الحاره جدا، يعني بيصعب قيام الحضاره فيه. جميل. عندك العامل رقم 4 وهو ايه؟ وهو عدم وجود حواجز طبيعيه. لو جينا نشوف ان الحضارات القديمه كلها مفيش بينها ايه؟ عدم وجود حواجز طبيعيه. ما هتيجي تقول لي يا مستر ما بينهم مثلا بحر زي البحر المتوسط، اجي اقول لك ان البحر المتوسط ده عقبه تعتبر بسيطه شويه ان تغلبوا عنها بصناعه السفن وهكذا، لكن ما فيش مثلا بينهم محيط كبير جدا زي المحيط الهادي او المحيط الاطلنطي، ما فيش مثلا بينهم جبال كبيره جدا تاثر او تعيق، تمام كده، التواصل ما بين الحضارات. جميل. رقم 5 عندي ايه؟ وفره الموارد الطبيعيه. الموارد الطبيعيه يا جماعه زي عندي المعادن والصخور اللي الانسان يستخدمها في صناعه ادواته وتخليد عظمه الحضاره بتاعته، تمام كده، سواء من التماثيل او المعابد او البيوت، ماشي، او الحيوانات زي الابقار. وعندك برضو اللي فكر يبدا يستغلها والنبات الطبيعي، ماشي. المهم ثم اهم عامل في العوامل دي كلها هو كفاح مين يا اولاد؟ كفاح الانسان. انت يا حبيب قلبي لو ربنا مديك موارد كتير جدا وما عرفتش تستغلها عمرك ما هتوصل لحاجه. تاني ركز معايا في النقطه دي. لو ربنا مديك موارد كتير، لو انت انسان شاطر بس تمام كده ما عندكش القدره على استغلال الموارد اللي عندك، هتفشل طبيعي وعمرك ما هتوصل لحاجه. بص يا حبيبي تعالى، ذكي بدون خطه هيفشل وغبي بخطه هيفشل، وانت ما شاء الله حبيب قلبي عندك الاثنين، ربنا يحفظك. المهم جينا قلنا ان كفاح الانسان حاجه مهمه، هو العنصر الاساسي في قيام الحضارات. فاجي اقول لك ايه الشبه بين كل حضارات العالم القديم؟ تقول لي يا باشا كفاح الانسان هو اهم عامل في قيام الحضارات يا حبيبي. اهم عامل في قيام الحضارات القديمه او العنصر الاساسي والرئيسي بين كل الحضارات هو كفاح مين؟ الانسان. تعالى بقى اكلمك ان من اعظم الحضارات القديمه هي الحضاره المصريه، وده المنهج اللي بيتكلم عنها، تمام. فتعالى بقى نشوف ايه العوامل اللي ساعدت في قيام الحضاره المصريه. بص يا حبيبي، عندي حوالي 5 عوامل طبيعيه وعامل طبيعي او عامل بشري واحد. ال5 عوامل الطبيعيه طبعا نهر النيل، الموقع الجغرافي المتميز والمناخ والحدود الطبيعيه والثروات المعدنيه. تعالى نبدا باول حاجه اللي ساعدت في قيام الحضاره المصريه، وهي فكره وجود الانهار. بص يا عم، الانهار عندي طبيعي. نهر النيل حلو قوي. نهر النيل قال لك انا مش هخش على مصر بايد فاضيه. ازاي يا مستر؟ نهر النيل يا اولاد جاي من الجنوب، تمام كده، ويصب في الشمال في البحر المتوسط. الراجل ده جاي بحاجتين، يبقى الراجل ده جاي من الجنوب طالع الشمال. حلو قوي. يبقى المنبع بتاعه في الجنوب، اعلى منطقه بسميها ايه يا اولاد؟ بسميها المنبع. والشمال ده الايه؟ المصب. جميل قوي. فجاي من منطقه عاليه لمنطقه منخفضه، ماشي. قال لك والله ما اخش على المصريين بايدي فاضيه. هتجيب لنا ايه يا عم نهر النيل؟ قال انا هجيب حاجتين. هجيب لك يا باشا، هجيب لك حاجتين. ايه هما بقى؟ قال لك هجيب لك المياه والطمي.
طب الميه والطمي يا باشا يساعدوك على ايه؟ معرفه حرفه الزراعه اللي ساهمت في ايه؟ في استقرار الانسان. يبقى نهر النيل اول حاجه هو السبب في استقرار الانسان المصري الايه؟ القديم، عن طريق حرفه ايه؟ الزراعه ووجود الايه؟ المياه العذبه. جميل قوي. ونهر النيل قال برضو انا لازم اكون المعلم الاول للمصريين. ماشي يا عم، نهر النيل هتعلمهم ايه يعني؟ بص، قال انا هعلمهم 3 قيم او 3 مبادئ. ايه هو المبادئ يا عم نهر النيل؟ قال اول حاجه انا هعلمهم مبدأ الايه؟ الوحده والتضامن، ان هم يبقوا شعب واحد. ازاي يا اولاد؟ شعب واحد بمعنى ان كل صيف كان بيحصل فيضان لنهر مين؟ النيل في فصل الصيف. تمام كده؟ فايه اللي بيحصل؟ انت طبعا بتزرع، فزرع الارض وبني جنبها بيت، فيجي نهر النيل بالفيضان بتاعه يجي يغرق الزرع بتاعك او الارض بتاعتك والبيت بتاعك. فالمصريين قالوا ايه؟ لازم نتحد مع بعض ونعمل ايه؟ ونعمل جسور عشان يحافظوا على المياه. تمام كده؟ يبقى هنا نهر النيل يا اولاد علم المصريين اول قيمه وهي الوحده والتضامن عن طريق الفيضان اللي كان بيحصل كل ايه؟ سنه، فيتحدوا مع بعض ويبنوا حاجه اسمها الجسور في بدايه الامر، وبعد كده الموضوع يتطور ويبنوا سدود زي سد اللاهون في ايه؟ في عهد الملك سنوسرت مين؟ الثالث، عشان يحافظوا على موارد ايه؟ مصر. طب شوف السؤال هيجي لك هنا ازاي. بص يا عم، قيمة الوحدة والتضامن بقول عليها قيمة اجتماعية. يبقى لما اجي اقول لك ايه؟ اكتسب او علم نهر النيل المصريين قيمة اجتماعية. القيمة الاجتماعية ازاي؟ ان يعلمهم الوحدة والتضامن وان يعيشوا شعب واحد على مر التاريخ. وخد بالك يعلمهم برضو يحافظوا على الموارد. ما انا قلت لك ان هم في بدايه الامر كان ايه؟ كان بيبنوا سدود، والسدود دي او الجسور عشان يحافظوا على المياه عن طريق الترع وخلافه. تمام؟ يبقى علمهم نهر النيل عن طريق الوحده والتضامن والفيضان. اول حاجه قيمه اجتماعيه، الوحده والتضامن. 2 يحافظوا على الموارد، ودي اول قيمه علمها نهر النيل المصريين. طب بص على القيمه الثانيه. بص يا عم، القيمة التانية بقى وهي ايه؟ وهي التكامل والتكافل. بمعنى ايه؟ بمعنى تعالى كده نشوف نهر النيل عمل ايه في الحتة دي. بص يا عم، طبيعي نهر النيل ايه؟ عندك المحاصيل بيحصل، او نهر النيل او شعب مصر عموما كان متعاون مع بعضه وكان بيتبادل المحاصيل من غير ما حد يعايرني او يمنع عني حاجه. ازاي يا مستر؟ بص يا شباب، مناخ الشمال غير مناخ الجنوب. تمام كده؟ لان انت واخد مناخ الشمال بحر متوسط ومناخ الجنوب صحراوي. ماشي؟ فخلي بالك من النقطه دي. فكانت بتتزرع محاصيل معينه في الشمال وبتتزرع محاصيل معينه في الجنوب. فاللي في الشمال يدي الجنوب واللي في الجنوب يدي اللي في الشمال، فيحصل عمليه تبادل ونكمل بعض. فظهرت هنا قيمه التكامل، ونتكافل مع بعض عشان ما نلجأش لحد بره. وخد بالك التكامل هنتبادل محاصيل، خد وهات، وممكن عن طريق البيع والشراء. فهاجي اقول لك نهر النيل شجع على قيام حرفه التجاره الداخليه. يبقى له اثر ايه يا اولاد؟ اثر اقتصادي. ازاي؟ عن طريق يا مستر تبادل المحاصيل بين بتوع الجنوب وبتوع الشمال، يا اما تبادل عادي عن طريق المقايضه خد وهات، يا اما عن طريق البيع والشراء. ويا باشا ايه؟ تمام كده؟ دي يعتبر طالما في قلب الدوله يبقى تجاره ايه؟ تجاره داخليه. جميل قوي. يبقى التكامل والتكافل شجع التجاره الداخليه. ازاي يا مستر بقى؟ ان قلت لك ان الانحدار بتاع نهر النيل جاي من منطقه عاليه، فطبيعي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انحدار بسيط جدا في نهر النيل، فالسفن بتمشي تلقائي من الجنوب للشمال عن طريق الانحدار. ودي القيمه الثانيه. حلو. رقم 3 عندي نهر النيل علم المصريين ايه يا اولاد؟ علم المصريين تمام كده قيمه كمان اللي هو ايه؟ التواصل
مع بعضهم او مع الاخرين. ازاي يا مستر الكلام ده؟ بص يا عم، نهر النيل انا قلت لك طبيعي، هو انا هتحرك في نهر النيل ازاي؟ عم يا حبيبي؟ لا، الانسان كل شويه بيأثر في البيئه وبيبدا يتكيف وبيبدا يطور من نفسه. خليك انت قاعد كده زي البروطه. المهم بص يا حبيبي، رقم واحد قال لك هنا بناء السفن، هيبني السفن عشان يبدا يستغل نهر الايه؟ النيل. حلو. طب يا مستر السفن هتيجي من الجنوب الى الشمال، انا عرفت ليه. اقول لك عرفت ليه؟ لان نهر النيل جاي من منطقه عاليه في الجنوب ورايح لمنطقه منخفضه في الشمال، فهيمشي عن طريق مين؟ الانحدار. حلو. طب النقطه الثانيه، يا مستر عايز ارجع بسفينتي تاني، اعمل ايه؟ بص يا حبيبي، عندك حاجه اسمها المناخ، تمام كده؟ يبقى من الجنوب للشمال عن طريق الانحدار، فبقول عليه عامل جيولوجي، التكوين الطبيعي عموما. ماشي. النقطة الثانية ايه بقى؟ النقطة الثانية يا حبيبي من الشمال إلى الجنوب عن طريق إن أنا بعمل شراع للسفينة، فبتيجي رياح اسمها رياح شمالية، تمام كده؟ تبدأ تحرك لي السفينة من الشمال للجنوب. يبقى هنا هاجي أقول لك إن من الشمال للجنوب عن طريق الرياح اللي هي عنصر من عناصر المناخ. إذا نهر النيل يا أولاد أو المناخ لعب دور مكمل لنهر الايه؟ النيل عن طريق تحريك الايه؟ السفن. فلما اجي اقول لك ايه؟ تمام كده؟ لعب نقط، تمام كده؟ دور في وصول السفن المصريه داخل او وسط افريقيا. تيجي تقول لي او للجنوب، تيجي تقول لي عن طريق ايه يا مستر؟ عن طريق عنصر المناخ، عن طريق اللي هي الرياح. جميل جدا. طب لما اجي اقول لك انتقال السفن من الجنوب الى الشمال، تمام كده؟ تيجي تقول لي بسبب الانحدار بتاع نهر النيل او العامل الجيولوجي اللي هو الانحدار الطبيعي لمين؟ لنهر النيل. ويبقى كده يعتبر خلصنا. خد بالك بقى ان من الشمال للجنوب ده في مصر، او من الجنوب للشمال. وخد بالك ده بقى ساعد على ايه؟ ساعد على ان المصريين يتواصلوا مع بعضهم، حلو، ومع الاخرين. يبقى اول عامل ساهم في التواصل مع الاخرين او في نشر الحضاره بتاعت مصر هو ايه يا جماعه؟ نهر النيل. جميل. كده خلصنا اول عامل عندي وهو نهر النيل، وله قيمه كبيره جدا. علم المصريين او دخل على مصر بايديه مش فاضيه. ازاي؟ دخل على نهر النيل او على المصريين بالميه، تمام كده؟ والطمي ده شجعهم على الزراعه، مما شجعهم على الاستقرار، مما شجعهم على قيام الحضاره. تمام. جميل. علمهم كم قيمه يا جماعه؟ 3: وحده وتضامن، ودي بنقول عليها اجتماعيه، تبادل وتكافل، تمام كده؟ او تكامل وتكافل، وده نتج عنه ازدهار التجاره الداخليه، وده يعتبر اثر اقتصادي، والتواصل فيما بينهم. 2. وتركز معايا على الموقع الجغرافي. بص يا حبيبي، الموقع الجغرافي المتميز بتاخدها من رابعه ابتدائي، ان مصر عندها موقع متميز. ليه؟ لانها تقع وسط قارات العالم القديم، اللي هي ايه يا اولاد؟ اسيا واوروبا وايه؟ وافريقيا. وكان بيقول لك ان مصر بتتصل بقاره اللي هي قاره مين؟ اسيا، عن طريق شبه جزيره سيناء، وبتقترب من القاره الثالثه اللي هي قاره مين؟ اوروبا. جميل قوي. حلو. وخد بالك ده ساهم في ايه؟ في انتقال الحضارات والتاثير والايه؟ والتاثر. جميل. ايه تاني؟ مصر عندها اهم بحرين او اطول بحرين، اللي هو ايه؟ البحر الاحمر والبحر المتوسط. بصوا يا شباب، ده ساهم في ايه بقى؟ ساهم في حاجه مهمه قوي. تخيل كده عندك بحرين مهمين جدا، اللي هو البحر الاحمر والبحر الايه؟ المتوسط. وعندك تمام كده انك انت قريب جدا من القارتين التانيين اللي هي قاره اسيا وقاره مين؟ وقاره اوروبا. فده يساعدك في ايه؟ في التواصل مع الاخرين والتاثير والايه؟ والتاثر. يبقى ده شال العزله يا باشا. فلما اجي اقول لك ايه؟
ايه العوامل يا حبيب قلبي اللي ساهمت في انتقال الحضاره المصريه او التاثير والتاثر او التواصل مع الاخرين بالنسبه لمصر؟ تيجي تقول لي يا مستر نهر النيل، تمام كده، عن طريق بناء السفن والتحرك من الجنوب للشمال او من الشمال للجنوب. وفي حاجه كمان، الموقع الجغرافي، ماشي. وعندنا واحد يا جماعه من اشهر من الجغرافيين اللي اتكلموا عن مصر اسمه جمال حمدان، وبيقول ان مصر، تمام كده، حجر الزاويه في الثلاثيه القاريه. يعني ايه؟ بص، قال لك ان مصر الوحيده اللي بيلتقي فيها قارتين، يعني بيتصل فيها قارتين، اسيا وافريقيا، عن طريق شبه جزيره سيناء، وتقترب منها القاره الايه؟ الثالثه. وقال لك انك انت لو عايز تخش في قلب افريقيا لازم من جهه الشمال لازم تعدي على مين؟ على مصر. والنيل، ما انا هقول لك اهو، لو عايز تخش في قلب افريقيا لازم تمشي في نهر النيل، فلازم تعدي على مين اول حاجه؟ مصر. جميل. وبيقول لك انك انت لو عايز تروح لاسيا ليك طريقين يا باشا، طريق سوريا والعراق، تمام كده، والطريق الثاني طريق شبه الجزيره العربيه. وده بيظهر لك قد ايه ان موقع مصر الجغرافي كان سبب مهم جدا او عامل مهم جدا في قيام الحضاره المصريه القديمه. ماشي؟ بص يا عم، تعالى بقى نكمل مع بعض. ممكن اقول لك ازاي تستغل بقى الموقع الجغرافي المتميز بتاع مصر في الوقت الحالي. ممكن نعمل موانئ، تمام كده، ممكن نعمل مطارات، ممكن نعمل طرق جديده، طرق دوليه تربط بين الدول وبعضها، وبالتالي نستغل موقع ايه؟ موقع مصر الجغرافي. جميل قوي. بص يا عم، تعالى نتكلم عن ثالث عامل وهو المناخ المعتدل. حلو قوي. بص يا عم، المناخ المعتدل عندك ان ده ساهم برضه في قيام الحضاره المصريه. مناخ مصر يا جماعه فيه كام صفه؟ 3. اول صفه وهي الجفاف. طب الجفاف ده يا ولاد ساعد على ايه؟ طبيعي المصريين عملوا ايه؟ عملوا اثار، معابد، وعملوا مقابر، وعملوا تماثيل، تمام كده. ده كله الجفاف هيساعد ايه يا ولاد؟ هيساعد المصريين ازاي؟ ان مفيش امطار، مش هيحصل تعريه بفعل الامطار، وان الاثار اللي عندي تفقد خصائصها وتبوظ مع مرور الزمن او يحصل لها عوامل تعريه وما تبقاش موجوده. فتساهم في ان الاثار بتاعه مصر لحد الان تفضل ايه؟ تفضل موجوده. طب بص بقى، فكره الجفاف هتجيلك ازاي؟ الجفاف يا ولاد ساهم في اظهار عظمه الحضاره المصريه، ان الاثار احنا لسه شايفينها لحد عظمه الحضاره المصريه، ان الاثار لسه لحد الان موجوده. اتنين، بص يا عم، الجفاف ده ناتج عن ايه؟ ان مصر تقع معظمها في المناخ الصحراوي. جميل قوي. فيجي يقول لك ايه؟ يرجع بقاء الاثار المصريه حتى الان، حتى وقتنا الحالي، تمام كده، بسبب وقوع مصر او معظم مصر في المناخ الصحراوي، او ممكن نقول الجاف. والصحراوي ده يبقى جنوب مناخ البحر المتوسط، اللي هو من دايرة كام يا ولاد؟ من 30 إلى 45. مصر تقع جنوب 30 ل 45 أو 31 ونص يعني. ماشي؟ المهم، صلوا على النبي. تعالى، يبقى دي أول صفة في مناخ مصر وهي الإيه يا ولاد؟ وهي الجفاف. الصفة الثانية إن عندي اعتدال المناخ. فعادة اعتدال المناخ ده يا حبيب قلبي ده ساعد على ايه؟ ساعد على ان المصري القديم يكون عنده نشاط، تمام كده، فيبدا ان المصري القديم يتفاعل مع البيئه ويأثر فيها، ما يحسش ان هو كسلان او الجو برد جدا او الجو حر جدا فيعطله عن نشاطه. المهم، دي تاني صفه. طب تالت صفه بقى، ركز معايا. تالت صفه يا حبيبي وهي ايه؟ اختلاف الحرارة خلال فصول الايه؟ السنة. طب اختلاف الحرارة يا مستر ممكن يعمل لي ايه؟ اختلاف الحرارة يا حبيب قلبي ممكن يساهم في ايه؟ ان في الصيف بتزرع محاصيل صيفية، وفي الشتاء بتزرع محاصيل ايه؟ شتوية، فيحصل تنوع في ايه؟ تنوع غلات او تنوع محاصيل. فده يساهم في ولا في تكامل بين ايه؟ بين المصريين، صيف وايه؟ صيف وشتاء. جميل. يبقى كده خلصنا فكره ايه يا اولاد؟
عندنا المناخ المعتدل. تعال بقى نتكلم عن العامل الرابع، وهو عامل ايه؟ رقم 4 عندي حاجة اسمها الحدود الطبيعية. ربنا سبحانه وتعالى يا اولاد ادى لمصر حدود طبيعية بدون الانسان نفسه. ازاي يا مستر الكلام ده؟ قال لك ان الحدود الطبيعية عندي تمام كده بتتمثل في ايه شمالا؟ شمالا عندك بحر تمام كده اللي هو البحر المتوسط، حد طبيعي بحري جميل. طب جنوبا ايه؟ جنوبا يا عم الحاج عندك حاجه اسمها في الجنوب، كان عندي حاجه اسمها جندل اول. ونوقف هنا كده وتركز معايا على فكره الجندل الاول لانها مرتبطه عندك بدروس تانية. ازاي يا مستر؟ هي ايه كلمه جندل اصلا؟ قال لك يا عم الحاج هي صخور صلبه. الصخور الصلبه دي موجوده فين؟ قال لك موجوده عند مجرى النيل بأسوان. انزل تحت كده، هي موجودة هنا في قلب المجرى نفسه. فطبيعي السفن اللي طالعة من جهة الجنوب تقابل مشكلة في ان هي تمر من نهر النيل تمام كده، او تمر من نهر النيل او تمر من الجندل نفسه. فده كان يعتبر بالنسبة لمصر حد طبيعي. فهاجي اقول لك ان الجنادل هنا، تركز معايا حتة مهمة تمام كده، تركز وتخلي بالك معايا قوي لانها حته مهمه جدا جدا. الجنوب كان الجندل الاول. طب الجندل الاول يا مستر عباره عن ايه؟ قلت لك عباره عن صخور. جميل. بص، يبقى لها اثر ايجابي. ايه هو الاثر الايجابي ده يا مستر؟ الاثر الايجابي ان حققت لمصر الامن والاستقرار. جميل. بس عملت لي مشكله تانية كبيره قوي. ايه هي المشكله التانية او السلبيات او الاثر السلبي للجنادل؟ ان هي عطلت التجاره مع مين؟ مع الجنوب. كان في مشكله تحت ان انا اتواصل مع دول الجنوب. يبقى دلوقتي يا عم الجنادل عندي لها اثر ايجابي واثر واثر سلبي. اثر ايجابي في حمايه الامن والاستقرار بتاع مصر من جهه الجنوب، الامن القومي، واثر سلبي في عطله التجاره او حركه التواصل مع الجنوب. حلو. تعالى بقى اسالك سؤال او اربطها لك بحته حلوه قوي عندك، اللي هي ايه يا مستر بقى؟ بص يا عم، انت عندك الجنادل عملت لك مشكله صح، اللي هو الاثر السلبي ان هي عطلت التجاره. جه واحد يفكر بشكل مختلف اسمه سنوسرت الثالث. سنوسرت الثالث ده طبعا ملك من ملوك الدوله الوسطى. فكر في فكره جامده قوي. قال ما ايه رايكم يا اولاد نعمل قناه في الصخور نفسها بتاعت الجندل الاول. وفعلا حفر قناه في الصخور نفسها، فبدات السفن اللي في الشمال تنزل الى الجنوب. فاجي اقول لك ايه؟ امتى اختفت عقبة التجارة او التواصل مع الجنوب؟ تيجي تقول لي في عصر الدولة الوسطى. ليه؟ لان الملك سنوسرت الثالث حل المشكلة بحفر صخور في الجندل الاول. طب تعالى اربطها لك بالتجارة عشان تبقى واخد كل الفكرة عن الجندل الاول. بص، الجندل الاول زي ما قلت لك ايه بقى؟ ان التجارة مع الجنوب كانت تجارة برية. امتى بقى؟ كانت يعني التجارة مع الجنوب بنعتمد على البر بشكل أساسي. يبقى قبل الوسطى، قبل الدولة الوسطى، يبقى عندي حاجة اسمها عصر الانتقال الأول وعصر الدولة القديمة والعصر العتيق. هنا كانت الجنادل بتسبب مشكلة كبيرة جدا، وكنا بنعتمد في التجارة مع دول الجنوب على الطرق البرية. لكن امتى اختفت العقبة وبدأنا نستخدم بصوا الطريق النهري او نهر النيل؟ امتى بدأنا نستخدمه؟ في الدولة الوسطى بسبب الملك مين؟ سنوسرت الثالث. فتخلي بالك، وده شجع التجاره الخارجيه، زي ما عمل قناه اسمها قناه سيزو ستريز اللي سهلت التجاره برضو الخارجيه. طب بص يا عم، نرجع تاني نقول لك ايه؟ ان حدود مصر الطبيعيه شمالا البحر المتوسط، جنوبا الجنادل تمام كده. عندك في الشرق البحر
الشرق كان عندك هو البحر الايه؟ البحر الاحمر. بس خد بالك بقى مش الشرق كله، لان ركن الشمال الشرقي، ركز بقى معايا، ركن الشمال الشرقي كان عندي مشكله ان كان غير آمن. والدليل على كده امتى؟ في عصر الانتقال الثاني والعصر المتأخر. الفرس والهكسوس جولك منين؟ جولك من عن طريق الحدود الشمالية الشرقية. فلما اجي اقول لك ايه هي اخطر الحدود بالنسبة لمصر، فتيجي تقول لي في الحدود دي، الحدود دي هي الشماليه الشرقيه. ظهرت امتى الحدود دي او ضعفها امتى؟ في عصر الانتقال الثاني والمتاخر، لانها كانت عصور ضعيفه، لان ما كانش حد يقدر يقرب ناحيه مصر في عصور القوه زي القديمه والوسطى والحديثه. فتخلي بالك من النقطه دي. يبقى لما اجي اقول لك ايه اخطر الحدود، تقول لي الشماليه الشرقيه. وظهر امتى الكلام ده؟ ظهر امتى؟ ظهر في عصر الانتقال الثاني، تعرض مصر لخطر الهكسوس، والعصر الايه؟ المتاخر. جميل قوي. ماشي. طب تعالى بقى اقول لك على حاجه حلوه. ايه هي؟ فاكر لما جيت قلت لك في الدرس الاول قلت لك ايه؟ قلت لك ان الحدود الطبيعيه بتعمل ايه؟ بتوفر امن واستقرار. قال له امن واستقرار بيفكرك بايه بقى يا حبيب قلبي؟ بآراء والديورانت. قال لك ان الحضاره تبدا مع انتهاء الاضطراب، تبدا مع وجود الامن والاستقرار. شاطر، اربط معايا المنهج كده عشان تبقى عسل حبيبي. المهم بص، عندي رقم 5. تعال نشوف كده. رقم 5 هي الثروات المعدنيه. ماشي، او الصخور والمعادن. طب الصخور والمعادن دول يا مستر عملوا ايه؟ قال لك ان مصر القديم يا شباب كان ربنا سبحانه وتعالى وهبنا معادن كتير جدا وصخور زي الذهب والنحاس والحديد وخلافه، وعندك الجرانيت والرخام. ماشي. وكانت المعادن والصخور بنستخدمها في ايه؟ في ناحيه التماثيل، تمام كده، بناء الاهرامات والمعابد وصناعه الحلي وصناعه ادواته. فبس هنا السؤال بيجي لي ازاي؟ بص يا عم، انا دلوقتي لما اجي اقول لك ان الحضاره المصريه دي كانت حضاره عظيمه، ايه اللي عملوه يعني؟ تبدا تشوف الاهرامات، ان هرم خوفو من عجائب الدنيا السبعه، تمام كده. تيجي تبدا تشوف المعابد والمقابر اللي كانوا بيعملوها اللي اذهلت العالم. فاجي اقول لك ايه؟ يمكن معرفه عظمه الحضاره المصريه من خلال ايه يا حبيب قلبي؟ من خلال الثروات المعدنيه. تمام. بص يا عم، تعال بقى نكمل الثروات او العامل الاخير، وهو العامل الايه؟ رقم 5، وهو العامل او رقم 6، وهو العامل البشري. العامل البشري اهو كفاح مين يا ولاد؟ 6. كفاح مين؟ كفاح الانسان. تمام كده. ركز بقى معايا في كفاح الانسان لان مهم يا شباب. بصوا يا جماعه، المصريين يا جماعه فضلوا وقت كبير جدا يبنوا في الحضاره بتاعتهم، فضلوا وقت كبير جدا، مش قصير خالص يا شباب، ده قعدوا كتير جدا واستثمروا كل حاجه ربنا اداها لنا. ماشي. وايه؟ نركز بقى. فبنقول ان جهد الانسان 6 يا شباب. نيجي للمقومات البشريه وهو كفاح مين؟ الانسان. ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر خيرات كتير، اي نعم ما ننكرش ده، بس المصري القديم كان له دور كبير جدا واساسي في بناء الحضاره المصريه، لانه ما سابش حاجه وما استثمرهاش او استغلها بشكل صح وكويس. فده اللي اظهر حاجه اسمها عظمه وتاريخ الحضاره المصريه. تمام. فلما اجي اقول لك ايه؟ لما اجي اقول لك ان دلوقتي مصر هبه النيل، تقول لي ايه بقى؟ صح الكلام ده ولا غلط؟ تقول لي طبعا غلط يا مستر، لان نهر النيل موجود في دول كتير عندها انهار ما عملتش حضاره. ليه؟ لان طبعا لازم يكون مصر هبه النيل والمصريين. هبه النيل والايه؟ والمصريين، لان لولا كفاح الانسان المصري ما قامت الحضاره المصريه. وخد بالك ان كفاح الانسان بيعمل ابداع وانشاء. جميل، ابداع وانشاء، فبيبدا يعمل لي عماره وفنون. جميل جدا، اللي بتتماشى مع اراء مين؟ والديورانت. يبقى كده في حاجتين بيتماشوا مع اراء والديورانت، وهي الحدود الطبيعيه
بالاضافه الى كفاح الانسان. عايز بس اقول لك على حاجه هنا، اللي كان قايل مقوله مصر هبه النيل كان واحد اسمه هيرودوت. ايوه هو صاحب كتاب تمحيص الاخبار اللي اتكلم فيه في الجزء الثاني عن مصر، وقلت لك ان كتابات المؤرخين القدماء تفتقد الى الدقه، فيها شيء من المبالغه. ليه فيها شيء من المبالغه يا مستر؟ بص يا عم، فيها شيء من المبالغه لان الراجل ده لما اتكلم قال لك ايه؟ ان مصر هبه النيل، فحاول ينكر جهود المصريين في بناء الحضاره. يبقى الراجل ده بيحاول يظهر ان بلاد اليونان او حضاره اليونان احسن، او بتوع بلاد او سكان بلاد اليونان كانوا قادرين على استغلال الموارد بشكل احسن من المصريين، وده بيفتقد للمبالغه. عشان كده قلت لك ان اقل المصادر الاوليه في الدقه في الاعتماد عليها هي كتابات المؤرخين القدماء. وبكده اكون خلصت الدرس الثالث كشرح. طب تعالى كده نتكلم شويه او نحل كام سؤال بحيث انك انت تكون طبقت او فهمت الدرس وطبقت عليه معايا. بص تعالوا يا شباب بقى نحل كام سؤال كده تطبيقا على الشرح اللي احنا لسه شارحينه، تمام كده، بحيث تكون فهمت اكتر. بصوا يا جماعه، السؤال الاول بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان من اهم عوامل قيام الحضاره المصريه اللي ساعدت على المجال الحيوي. مجال حيوي، حلو. يعني ايه مجال حيوي؟ يعني الحفاظ على امن مصر، يعني وفر لك الاستقرار، تمام كده، وحماك من الاخطار الخارجيه، يبقى عند الحدود الايه؟ الطبيعيه. طب بص، الانهار، لا، الانهار لها فوائد كتير تانية او عوامل تانية كتير. المناخ المعتدل لا، كفاح الانسان لا. طب بص، اي العوامل التي ساعدت على تحقيق اراء ويل ديورانت في امن وامان، في استقرار، يبقى في حضاره. جميل قوي. اللي بيوفر لي امن وامان وبيعمل لي استقرار هي حدود مصر الطبيعيه. تمام. بص يا عم، تمام. رقم 3، يرجع السبب الرئيسي في تنشيط حركه السفن، تمام، من الصعيد ده اللي هو الجنوب الى الدلتا اللي هو الشمال. قلت لك من الجنوب للشمال عن طريق العامل الايه؟ الجيولوجي، اللي هو انحدار نهر مين؟ النيل. يبقى الاجابه هتبقى الطبيعه الجغرافيه اللي هو الانحدار. جميل قوي. بص يا عم معايا، نكمل. عندك السؤال رقم 4 وركز معايا فيه. بص يا عم، من الحضارات التي ليس لها اصول عربيه. جميل، حلو. تعال نشوف كده. بلاد الرافدين كانت موجوده في العراق، والعراق دوله عربيه. فينيقيا، سوريا، ولبنان والشام، يبقى لها اصول عربيه. الفرعونيه كانت فين؟ في مصر، يبقى لها اصول عربيه. بلاد فارس اللي هي ايران، يبقى الاجابه بلاد فارس. طب بص يا عم، رقم 5، العامل المشترك في قيام الحضاره المصريه او حضاره مصر الفرعونيه وحضاره العراق القديم. بص يا عم، مصر قلت لك فيها نهر النيل، العراق قلت لك فيها نهر دجله والفرات. هل الاشراف على نفس المسطح المائي؟ لا، مصر بتشرف على بحرين، بحر احمر وبحر متوسط، لكن العراق لا. الانعزال عن الدول المجاوره؟ لا طبعا، ده الاثنين كانوا تمام كده متواصلين او بيتواصلوا مع الدول عادي. وجود الانهار، تمام كده، ان مصر كان عندها نهر النيل، وبلاد العراق كان عندها نهر دجله والفرات. طب بص، تعال نكمل. عندي ايه؟ عندي دلوقتي تعددت عوامل قيام الحضارات في بلاد العراق او بلاد العالم القديم. في ضوء ايه العباره؟ العامل الرئيسي في قيام هذه الحضارات، قلت لك الشبه بين كل الحضارات يا حبيب قلبي، او السبب الرئيسي هو مين؟ كفاح الانسان. كفاح الانسان عامل مشترك بين جميع الحضارات. تعال نحل كمان كام سؤال كده. بص يا عم، تعالى كده نتكلم عن ساعد نهر النيل على تحقيق التكامل والتكافل بين المصريين عن طريق ايه؟ تكامل وتكافل، يبقى تبادل المحاصيل الزراعيه. اهتمام المصريين ببناء السفن؟ لا، ده تواصل. جميل جدا. طب بص، انحداره من الجنوب الى الشمال، برضه تواصل. المناخ بيقول لك ايه؟ توحيد المناخ وتوحيد الجهود لمواجهه الفيضان، لا، ده تضامن. تعال لسؤال 8 ونشوف بيقول ايه. بص يا عم، اشتركت حضاره مصر وفينيقيا والرومان. مصر يا شباب كانت، تعالى كده معايا،
مصر. تعالى يا عم، هنا السؤال بيقول لك ايه؟ اشتركت حضاره مصر وفينيقيا والرومان. بص يا عم، في وجود الانهار الكبيره، انت خدت بس مصر عندها نهر النيل، خدت فينيقيا او الرومان عندهم انهار، وممكن يكون عندهم انهار بس انهار صغيره ايه، تمام كده؟ طب بص، الاشراف على مسطح مائي واحد. طب تعالى كده، هي مصر تشرف على البحر المتوسط، فينيقيا تشرف على البحر المتوسط من جهه الايه؟ من جهه الشرق، والرومان من جهه الشرق من جهه الشمال. حلو، يبقى الاشراف على نفس المسطح المائي اللي هو البحر المتوسط. اتساع السهول الفيضيه بتساوي الانهار. وجود حواجز لا، لان لو في حواجز طبيعيه ده مش يؤدي الى تواصل الحضارات. طب بص، العامل الاساسي في وجود تواصل حضاري بين مصر وافريقيا عبر نهر النيل هو ايه؟ حاجتين. قلت لك ان السفن كانت بتيجي من الجنوب للشمال عن طريق الانحدار. طب بترجع تاني ازاي؟ عن طريق الرياح الشماليه. يبقى الرياح وانحدار مين؟ وانحدار النهر. طب العامل الاساسي فيه تمسك المصريين عايشين شعب واحد، وحده وتضامن. يبقى بسبب ايه يا حبيبي؟ بسبب نهر النيل. علمهم ايه؟ علمهم الوحده والتضامن من خلال الفيضان اللي كان بيحصل كل سنه، فبيتعاونوا وبيتحدوا مع بعض لبناء الايه؟ الجسور، وعشان يحافظوا على مواردهم. تعال نشوف هنا كده، اول مراحل ضبط مياه نهر النيل كان ايه؟ كان سفن. انا بقول لك بنظبط الميه، بنحمي نفسنا من الميه، تمام كده؟ يبقى الجسور، وده ساعد على ان نهر النيل يعلم المصريين الوحده والتضامن. طب بص يا عم، من العوامل التي ساعدت على تنشيط حركه التجاره، تجاره داخليه، اختراع عمله. ما كانش في عمله اصلا في مصر القديمه، ده كان بيعتمدوا على المقايده. الحدود الامنه، لا ده امن واستقرار. اعتدال المناخ، مش هيعمل لي حاجه، ده اعتدال المناخ ده بيساعد على نشاط الايه؟ الانسان. تنوع المحاصيل، ايوه، لان تنوع المحاصيل كان عندي محاصيل بتتزرع في الشمال ومحاصيل بتتزرع في الجنوب، فكانت بتبدا حركه التجاره ما بين الشمال وما بين الايه؟ الجنوب. بص كده، من العوامل الطبيعيه التي لها دور متناقض، يعني حاجه سلبيه وحاجه ايجابيه لقيام الحضاره. نهر النيل ده كله يا مستر ايجابيات، موقع جغرافي كله ايجابيات. جنادل، الله، الجنادل كان لها دور ايجابي في حمايه امن مصر القومي من جهه الجنوب، بس في نفس الوقت عملت دور سلبي، وهو ايه بقى؟ تعطيل حركه التجاره او التواصل مع دول الجنوب. تعال نكمل. من عوامل بقاء الاثار المصريه حتى الان، ماشي، تعال. الجنادل ملهاش علاقه بوجود الاثار لحد الان. الموقع الجغرافي، لا ده بيساعد على التواصل. قال لا، هو ايه اصلا يا مستر بيساعد على بقاء الاثار المصريه؟ قلت لك الجفاف، ان مفيش امطار. حلو، جفاف، يبقى مناخ مصر مناخ صحراوي. قال لا يا مستر انا مش لاقي مناخ صحراوي. يبقى اقرب اجابه او اخد حاجه قريبه من الاجابه. ازاي؟ وقوع مصر جنوب اقليم البحر المتوسط. ازاي؟ ما هو البحر المتوسط يا ولاد شمال مصر، جنوبه مين؟ الاقليم الصحراوي. تعالى بقى، بيقول لك الصوره المقابله ترتبط بعاملين من عوامل قيام الحضاره المصريه القديمه، ومنها ايه؟ عندك ده طبيعي نهر النيل، جميل، والانسان هنا عامل سفينه، تمام كده؟ او مش سفينه، مركب او قارب صغير. يبقى هنا ايه؟ كفاح الانسان ووجود الانهار الايه؟ العذبه، جميل. من الخريطه، بص بيقول لك مثل منفذ الالتقاء الحضاري بين الحضاره الفرعونيه هنا كده وحضاره بلاد اليونان في الشمال، اللي ما بينهم البحر المتوسط. يبقى الحدود الشماليه بالنسبه لمين؟ لمصر.